أنتقل إلى ضيوفي في هذه الساعة الإخبارية. ينضم إلي الدكتور العميد عبد الناصر فرزات، الخبير العسكري والأمني، يحدثنا من برلين. مرحبا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا. تحياتي. إذن سياقات كثيرة، لكن أريد أن أسألك حقيقة سيادة العميد عن عملية نقل سجناء معتقلي تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية، إلى مناطق آمنة. برأيك كيف يؤثر ذلك على المشهد، مشهد محاربة الإرهاب في سوريا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. وبداية اسمح لي أن أتقدم بالتحية إلى جنودنا البواسل الذين يرابطون في الخنادق بروح وطنية وإرادة قومية عالية. هؤلاء الذين يضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن. واسمح لي في البداية أن أقول أيها العابرون عبر الحدود، عبر الجزيرة السورية، خذوا أفكاركم وثقافتكم وعفشكم وارحلوا، فالجزيرة لنا وسوريا لنا، ولن نسمح لأحد باغتصابها. وأسمح لي أن أتوجه بالتحية إلى أخوتنا الأكراد الذين لم ينتمون إلى هذه الشرذمة المارقة المتحلين بأفكار أوجلان وأفكار البي كي الواردة إلى الجزيرة السورية. هؤلاء عبروا عن انتمائهم وحسهم الوطني إلى سوريا. في الحقيقة السجون كانت قسد تعتبر هذه السجون عبارة عن ورقة رابحة لها، بحيث أنها تؤمن هذه السجون، وبالتالي تؤمن الإرهاب الوارد أو الحاصل نتيجة انفلات هذه السجون في منطقة الجزيرة. وهذا ما أوحت به للإدارة الأمريكية بأنها عنصر الأمان في المنطقة. ولكن عندما تبينت نوايا قسد أو نوايا حزب البي كي التركي في سوريا، وتكشفت مهامها ونواياها في احتلال الجزيرة السورية، تخلت عنها الإدارة هذا بيتوافق، الأمريكية. يعني سيادة العميد اسمح لي، هذا يتوافق مما نعرضه الآن عبر شاشة الإخبارية، عبر عاجل ننقله عبر شاشة الإخبارية، نقلا عن مصدر دبلوماسي في الحكومة السورية يقول إن اتفاق العاشر من آذار الماضي فشل بسبب غياب الجدية ومحاولة فرض واقع انفصالي. إذن الدولة السورية كانت تتجه نحو تطبيق اتفاق العاشر من آذار، رؤيتها حتى هذه اللحظة مستمرة في طرح الحلول، لكن ليس هناك أي استجابة من قبل قسد. كيف يمكن التعليق على ذلك سيادة العميد؟ في الحقيقة اسمح لي أن أخوض في هذا المجال بشيء من التفصيل، لأنه حتى الآن هناك بعض النقاط لم تكن واضحة لجمهورنا سواء العربي أو الكردي في حول قسد وأهداف قسد. في الحقيقة دعنا نقول أن الاتفاق العاشر من آذار والاتفاق الأول والثاني والثالث سوف يفشل. والسبب في ذلك أن حزب البي كي منذ بداية الثورة في عام 2012 اتخذ مقرات حول مدينة عفرين، ومقرات وحواجز لحجز الثوار المنطلقون من حلب ومن ريف حلب باتجاه قوات النظام. وبالتالي شكلت عبارة عن حواجز تابعة للبي كي في منطقة عفرين، وبالتالي أثرت على كافة الأحزاب الكردية في ذلك الوقت، حزب آزادي وحزب الحرية والأحزاب اللي كان عددها حوالي 15 حزبا في منطقة عفرين. صدرت القرار من هذه الأحزاب بشكل كامل، وتفردت بالقرار وعملت على حرق المحاصيل وحرق أماكن القيادة لهذه الأحزاب، وتفردت بالقرار منذ عام 2012. وهذا ما عانينا منه دائما خلال مرورنا في المناطق التي التابعة أو ذات الأغلبية الكردية، والتي يحكمها حزب البي كي منذ بداية الثورة. وفي عام 2016 عندما أجرمت هذه العصابة في معركة عين دقنة، ثم في دير حافر، ومن ثم تولت قيادة وإدارة الجزيرة السورية بما فيها دير الزور والرقة والحسكة والقامشلي. إذن هذه العصابة المارقة ليس لها هدف
هي ضد النظام الحاكم، بل كانت خنجرا مسموما في الثورة. في المناطق التي نحررها تعمل قصد على مساك زمام الأمور فيها. وفي عام 2015 بداية تشكيل القوات قسد تحت اسم الديمقراطية التي ليس لها من الديمقراطية شيء، حاولت هذه العصابة استغلال الرأي الأمريكي أو الرؤية الأمريكية في نعم. محاربة داعش في الصحراء السورية وفي سوريا. طيب ولذلك سيادة عرضت العميد، نفسها كعامل أساسي لمحاربة داعش، وبالتالي سيادة العميد حصلت اسمح على لي الدعم أعتذر على الأمريكي. المقاطعة. سأنتقل لقراءة الأخبار العاجلة الآن تظهر عبر شاشة الأخبارية وصلتنا الآن، حيث قالت وزارة الدفاع أن الشرطة العسكرية رصدت عددا من التجاوزات المخالفة للقوانين والضوابط المسلكية، ولا سيما التي سجلت خلال فترة العمليات في شمال شرق سوريا. وأضافت وزارة الدفاع أنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا للأنظمة النافذة بما يضمن محاسبتهم. كما أكدت الوزارة على مركزية الانضباط المسلكي والعسكري في أدائها وعدم تهاونها مع أي تجاوزات أو مخالفات، فيما أشادت وزارة الدفاع في الوقت نفسه بمستوى الانضباط العالي الذي تحلت به وحداتها العسكرية باستثناء بعض الحالات الفردية. إذن الخبر العاجل الذي يظهر أمامكم مشاهدينا عبر شاشة الإخبارية نقلا عن وزارة الدفاع تقول إن الشرطة العسكرية رصدت عددا من التجاوزات المخالفة للقوانين والضوابط المسلكية، ولا سيما التي سجلت خلال فترة العمليات في شمال شرق سوريا. انتقل مباشرة إلى ضيفي عمار الحمد الناشط الاجتماعي